هات يا أحمد المفتاح علشان ما يضيعش منك. خدي يا ستي الحارس الأمين، يلا بينا بقى. أيوة كده. يا بنتي ارحمي نفسك وارحميني، يعني أنا ضيع مفتاح البيت؟ دي سمعة وبتبوظيها يا أميرة. بتبلى عليك أنا بقى، المفتاح معايا والهدية معايا واللعب بتاعت أنس وزينة في الحفظ والصون. انت بس سمي الله، ورينا مهاراتك في السواقة لحد العجمي يا أحمد. ماشي يا ستي، بس في الآخر انت برضو اللي بتكسبي يا أميرة. يا أهلا يا أهلا، حمد لله على السلامة، نورتوني النهاردة، اسكندرية نورت. ده نورك يا حبيبتي. تعالوا يا ولاد شوفوا طنط أميرة جابت لكم ايه، فرجيهم يا أميرة على الهدايا. اتفضلي يا زينة، ايه رأيك في الهدية يا أنس؟ تعبتي نفسك ليه يا ست أميرة؟ أنا بجد مش عارفة أقولك إيه، بشكرك على زيارتك الغالية، انتوا منوريني النهاردة. يا جماعة الريحة دي خطر على قلبي، الريش شكلها استوى خلاص. اصبر يا أحمد، لازم الفحم يفضل مصحصح علشان الريش تطلع طرية. نورتوا العجمي يا جماعة، والله يا أميرة البيت كان ناقصه ضحكتك. وانتوا كمان كنتوا وحشنا خالص. أنا اللي سعادتي النهاردة ما تتوصفش، شايفة الأولاد أنس وزينة فرحانين بيك إزاي يا أميرة؟ أنا هقطع كلامكم، أنا شكلي خلصت على الأطباق كلها، تسلم إيدك يا ست الكل. فعلا الأكل كان جميل خالص النهاردة. نورتيني النهاردة يا أميرة، وأتمنى إن انتي تكرري الزيارة تاني، أنا سعيدة جدا. ومن اللحظات الحلوة اللي بنعيشها مع بعض هي إن احنا نوثق اللحظة، الصورة التذكارية يا حبايب قلبي هي اللي بتوثق الذكرى الحلوة. حلقة النهاردة بهديها لأغلى 2 في قلبي، أنس وزينة. ربنا يحفظكم ويخليكم لبابا وماما يا حبايبي، في رعاية الله يا حبايبي.